السلام عليكم، شكرا صديقاتي وأصدقائي المتابعين لقناتي واللي انضموا لمتابعتي. أرحب بكم، إن شاء الله تكونون بألف خير. فيديو اليوم راح يكون عبارة عن وصفة جديدة من ضمن وصفاتنا اللي نقدمها بالقناة، اللي هي سهلة وبسيطة لكن طيبة. خلينا نبدي على بركة الله. أول شي راح نبدي به اللي هو العجينة، لأنه تحتاج شوية تتخمر. راح نخلي هنا 3 أكواب طحين. طبعا مثل ما عودتكم انه يعني ان شاء الله بالوصفة كلها راح تكون مكتوبة بالديسكريبشن بوكس او بصندوق الوصف اسفل الفيديو. ضفنا 3 أكواب من الطحين، نضيف وياها 3 ملاعق كبيرة من السكر. نضيف الخميرة اللي هي اذا عندكم من هذا الكياس كيس كامل اللي هو 10 غرام، يكون 10 غرام، يا ريت يكون واضح عندكم بالكاميرا. 10 غرام من الخميرة الفورية نخليها على المزيج، وشوية من الملح، رشة خفيفة من الملح. بعد ان كملنا اضافة المواد الجافة احنا خليها بهذا المصفي، نصفيها حتى لا تكون عندنا اي كتل من الطحين او من الخميرة او الشكر. اوكي، الى ان ينتهي كل مقدار. سوينا حفرة بالنص، نضيف المواد السائلة اللي هي ربع كوب من الزيت النباتي او اي زيت، اي نوع زيت عندكم، بس يكون زيت سائل. يعني احنا نستعمل دائما الزيت النباتي. نحاول ورا ما ضفنا الزيت نحاول بس شوية نوزع الزيت على الطحين بهذا. هسه نبدي بإضافة الحليب. الحليب هي بالوصفة كوب حليب دافي، لكن انتو شوفوا حسب اللي عندكم الطحين. مرات أنا نفسي مرات من استعمل 3/4 الكوب، ومرات كله. فانتو من تضيفون الحليب ضيفوا شوية شوية إلى أن العجينة عندكم تبدي تصير تتشكل عندكم. ونبدي بالعجن. هنا ورا ما عجنا العجينة صارت بهذا الشكل، شوفوا حلو شكلها وما تلزق بالإناء. راح نشيلها ونخليها بإناء ثاني اللي هو بزيت، حتى نزيتها حتى لا يصير بيها نوع من الصل، يعني تصير مثل القشرة أو تكون صلبة. نزيتها هيجي بهذا الشكل ونغطيها وننتظر ساعة حتى تختمر، حتى نشكلها. بالمناسبة قبل ما أنسى، بدل الحليب تقدرون تستعملون المي الدافي، يعني مو شرط إنه تكون الحليب، لا تقدرون تستعملون المي الدافي. إذا ننتظركم بعد ساعة لما تختمر العجينة. هنا ورا ما انقضت المدة تقريبا أكثر من ساعة اللي هي انتظرناها حتى تتخمر. شوفوا ما شاء الله شلون العجينة ما شاء الله متضاعف حجمها وصايرة هشة. هنا ورا ما فتحنا العجينة بالشيبك أو الشوبك أو ما أعرف أنتوا شو يسموه، هذا الشيبك اللي يكون بهذا الشكل. راح نجي الآن، وطبعا رشينا لها شوية طحين جواها حتى لا تلزق. راح نجي الآن نسويها على شكل دوائر، بما أنه أنا ما عندي قوالب يعني القوالب الدائرية، عندي هذا الجلاس أو القدح يمكن تسموه، ونسويه بهذا الشكل. نسويها دوائر بهذا الشكل، وهكذا إلى أن نكمل كل المقدار. هنا ورا ما كملنا تقطيع كل المقدار، هذا اللي راح نشيله راح ناخذه من جديد ونعجنه شوية بهذا الشكل، وأيضا نفتحه بالشيبك ونسوي منه أقراص ثانية إلى أن ينتهي كل المقدار. يلا نبدي نحشي العجينة. أوكي، هنا ورا ما كملنا الكمية كليتها راح نبدي الآن نحشيها عندنا نوعين من الحشوة اللي هي مثل ما قلنا الحلو، اللي هي قطع النستلة أو الشوكولاتة، احنا نسميها النستلة. هذه تكون النستلة الصافية، يعني بدون، يعني أنا أحبها تكون بالحليب، يعني إذا تحبون غير نكهات أنتم حرين. هذه الحشوة الثانية اللي هي عبارة عن جبن وشوية من النعناع، وياها البابروني، أو إذا ما عندكم خلوا وياها صدور دجاج، وإذا ما عندكم خلوا وياها اللحم العادي.
اوكي، انتوا احرار بالحشوة، بس فقط تكون الحشوة واحدة مالحة وواحدة حلوة. اوكي، خلينا نبدي بالحشوة على بركة الله. نسويها كرة بهذا الشكل ونخليها بصينية مدهونة، صينية فرن يعني، نخليها بالطرف. شنو نبدي نبدي من الطرف البعيد ونكمل، ونخلي بين وحدة ووحدة مسافة حتى لما ننتظرها تختمر تلتصق ببعضها. اوكي، لما نكمل راح اقول لكم شلون وحتى تشوفون. اوكي، هذا هو شكلها ورا ما صفيناها، وشفتوا خلينا مسافات، لكن شوفوا لما بدينا نكمل هاي المرحلة بدت هذه اللي بدينا بها بدت تنتفخ وتكبر، يكبر حجمها. راح نغلفها بالبلاستيك او النايلون ونخليها لمدة تقريبا ساعة ثانية، او اذا الجو عندكم حار نص ساعة، الى ان كليتها تصير قالب واحد كأنما. اوكي، نشوفكم بعد ساعة. هذا شكلها ورا ما ضاعف الحجم. راح ناخذ البيض وندهنها كلها بالبيض وندخلها للفرن على درجة حرارة معتدلة اللي هي 180 إلى أن تشقر وتصير حلوة، ونطلعها ورا الفرن حتى تشوفوها. هذه هي النتيجة النهائية لوصفة اليوم، اللي هي كانت حلو ومالح بخلية واحدة. تقدرون تقدموها بهذا الشكل، وتقدرون تقدموها أيضا بشكل ثاني راح أشوفكم إياه إن شاء الله بنهاية الفيديو. اوكي حبايبي، هذا كان فيديو اليوم. اذا عجبكم سووا له لايك حتى تدعمون القناة اكثر، واذا عجبتكم القنوات ككل يا ريت تسوون سبسكرايب حتى يوصلكم كل ما هو جديد من فيديوهاتني. اوكي، اشوفكم ان شاء الله بألف خير وعافية. باي، سي يو.